عمرك فكرت إزاي القطط دايما بتقع على رجليها؟ العلماء فكروا كتير عشان يحلوا اللغز ده. الموضوع مريب شوية، لأن في الفيزياء في مبدأ اسمه حفظ الزخم الزاوي، وواحدة من قواعده بتقول لو أنت مش بتلف أصلا ما ينفعش فجأة تخلق لفة من العدم. جربها بنفسك على كرسي دوار. لو لفيت دراعتك في اتجاه، جسمك لازم يلف في الاتجاه العكسي عشان يتوازن. وبص على رواد الفضاء في حالة انعدام الجاذبية، عشان يلفوا جسمهم في اتجاه لازم يحركوا دراعهم في الاتجاه التاني. طب ازاي القطط بتعملها؟ العلماء جربوا يسيبوا قطط تقع وصوروها بكاميرات سريعة لحد ما اكتشفوا السر. السر إن هيكل القطط مرن جدا. العمود الفقري بتاعها مرن لدرجة إنه يخليها تقسم جسمها نصين يلفوا في اتجاهين عكس بعض، ومن غير ما تكسر قوانين الفيزياء. الأول، القطة بتلم الجزء الأمامي من جسمها فيبقى مضغوط ويلف بسرعة زي المتزلج على الجليد. في نفس الوقت الجزء الخلفي بيكون مفرود فيلف ببطء في الاتجاه العكسي. كده المجموع الكلي للفة يفضل متوازن. وبعد ما الجزء الأمامي يلف كفاية ناحية الأرض، القطة تبدل، تلم الجزء الخلفي وتفرد الجزء الأمامي. ساعتها الجزء الخلفي يقدر يلف بسرعة ناحية الأرض، والجزء الأمامي يلف ببطء. وبكده القطة تقلب نفسها بالكامل وتبقى رجليها لتحت من غير ما تكسر أي قانون فيزيائي. ولو رجعنا تاني لانعدام الجاذبية، هنلاقي إن رواد الفضاء بيعملوا نفس حركة القطة عشان يلفوا وهم في الفضاء. وبكده نكون حلينا واحد من أغرب الألغاز الفيزيائية. تابعني عشان تشوف فيديوهات علمية أكتر وأمتع.